صينية المستعجلين. عايزة اقول لكم لما اكون عايزة اعمل اكل بسرعة ومش عندي وقت بقوم اعمل الصينية دي، بجد تحفة جدا، بيبقى طعمها تحفة وبتاخدش مني 10 دقايق في تحضيرها. تمام. صينية البطاطس بالفراخ طبعا، جنبها شوية رز بشعرية زي ما انتم شايفين كده، وحبة سلطة، بجد تبقى أكلة تحفة. الفترة دي طبعا بمر بظروف، عايزة أقول لكم يعني ببقى عايزة أعمل أي حاجة سريعة وخلاص، بقالي كذا يوم بعمل حاجات سريعة. طبعا ده عشان ابني تعبان جدا. عايزة أقول لكم يعني السخونية ما بتنزلش، كذا يوم بجد السخونية ما بتنزلش، يعني على طول متابعاه، وعلى طول طبعا يعني انتوا عارفين لما بيبقى طفل تعبان بيبقى عامل ازاي في البيت. انا مش هقول لكم. بتبقي اصلا مش عارفه تلحقي اصلا على ايه ولا ايه. انا مش بجد مش ملاحقه. فقمت بصراحه عملت الصينيه ديت، قطعت كده البطاطس وقشرت البطاطس سوري، وقشرت هنا 3 بصلات. بصوا بقى، يعني قبل اي حاجه اضغطوا لايك علشان انا تعبت في الفيديو ده. تعبت في تصويره، مش تعبت في العمايل بتاع، في تصويره، لان ابني اصلا يعني عايز اقول لكم زن بقى، زن زن وخلاص يعني. فالمهم اعملوا لايك واعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس طبعا، واعملوا تعليق حلو زيكم كده، وقولوا انت بتتابعوني من انهي بلد. تمام. وانا برد عليكم في الكومنتات على فكره. بصوا بقى، هنا قطعت بصلايه كده، يعني جوليان براحتك، صغير براحتك كده، حطيت عليها ملح وفلفل اسمر وبهارات 7. تمام. وقمت ايه بقى دعكهم في بعض. طبعا انا مش لابسه جلافز طبعا عشان انا غاسله ايدي، طبيعي ان بعمل اكل بيتي انا. تمام. لو بعمل اكل اي حد تاني ممكن البس تمام، يعني مش هنقرف من نفسنا. المهم يعني بقطع كده الفراخ وبشرطها كده زي ما انتوا شايفين، عشان ايه بقى تبقى داخله التتبيله كلها يعني. البصل بقى بالبهارات بالكلام ده كله يبقى داخل في كل حته كده في الفراخ، حتى كمان في التسويه بيبقى شكلها حلو. تمام. هدعكهم كده ببعض وهقشر سايبه بصلايه. تمام. هقطعها كده برضو حلقات، واقطع بقى البطاطس حلقات وكده. يعني الصينيه دي ما بتاخدش منك اي وقت، تقطعي كل حاجه ني في ني. تمام. انا بشوف ناس بقى بتدبل البصله وبعد كده بتحط البطاطس وبعد كده بتحط الفراخ تشوحهم مع بعض. لا بصراحه الطريقه دي احلى بمليون مره بصراحه من اي طريقه تانية. جربيها وعلى ضمانتي يعني. بحط طبعا هنا قلبت طبعا البطاطس بقى بالفراخ بالبصل بكله، وحطيت هنا كده كام قرن فلفل رومي، براحتك يعني شطة رومي براحتك. تمام. بس انا هحط رومي بس عشان ايه، مش عايزة احط شطة. فهحط كده فلفل زي ما انتوا شايفين كده، يعني قرنين 3 براحتك، بيدي طعم تحفة. ماشي. واقلب كده الفراخ بقى مع كله مع بعضه، كله خلطبيطة بالصلصة كده. واحط بقى، هنشوف هنعمل ايه بقى تاني. هي بقى التكة اللي انا بعملها بتخلي الفراخ فعلا وصينية البطاطس بالفراخ طعمها يعني عالمية بجد. شوفوا بقى الخطوة الجاية. ماشي. اضغطوا لايك بقى، لو نسيتوا اضغطوا لايك. تمام. لو نسيتوا كده وانتوا معايا دلوقتي اضغطوا لايك. هنا بجيب كام طماطمية كده بحطهم في الخلاط، واحط عليهم فلفل اسمر وملح وكزبرة ناشفة وكمون وبابريكا وبهارات 7. بحط عليها مرقة دجاج. بحط عليها زيت، وبحط عليها كمان، بصوا كل الحاجة اللي انت عايزينها اللي انتوا بتحطوها اصلا في صينية البطاطس بتبقى تحفة. انا حطيت شويه شطه صغيرين كده، انتوا فاهمين يعني، عشان برضو ايه تبقى تديني طعم حلو. حطيت واحده مرقه دجاج. تمام. واحط شويه زيت عشان برضو يعني صينيه البطاطس كده تكون بتلمع. ماشي. واحط حبه ميه صغيرين كده عشان يمشوا لي الخلاط، وهضربهم كل ده في الخلاط. انا حاطه البهارات وحاطه كل حاجه في الطماطم، مش محتاجه حاجه تاني خالص. هحطها بقى طبعا هنا على الفراخ بالبطاطس، واقوم ايه طبعا في اللحظه دي انا مشغله الفرن. بس قبل ما احطها في الفرن هقول لكم هحطها ازاي دلوقتي. احط معلقه سمنه كده على الوش. تمام. بتخلي كده الفراخ تاخد لون بقى وطعم وريحه، ما اقولكوش. سمنه، اي سمنه وزبده براحتك. معلقه، يعني انا حطيت معلقه كبيره، ممكن تحطي حاجه صغيره، ممكن ما تحطيش خالص براحتك، يعني دي تكه من عندي. تمام كده. هي بقى صينيه البطاطس كده جاهزه. تمام. احطها بس اول حاجه ان انا احطها على البوتاجاز تغلي غلوتين. لو انتي مستعجله بقى، لو انتي مستعجله بجد زي حالاتي كده وعايزه تخلصي بدري بدري، تقومي جايبه كده ورق او تغطيها بغطا او اي حاجه، وتقومي تحطها بقى ايه غلوتين كده على النار وانتي مشغله الفرن. تمام. غلوتين بس، انا مش عايزه اسويها على البوتاجاز، انا عايزه غلوتين بس تغلي بس. ماشي. عبال ما تغلي كده اقوم عامله رز بشعريه. رز بشعريه بقى طبعا مش محتاجه، انا عملته معاكم مليون الف مره. شعريه بحمرها طبعا في زيت، بحب اعمل قوي
الرز بالزيت، تمام، او بسمنه البلدي براحتك، بس انا ما عنديش سمنه بلدي حاليا، خلصت، فاعملها بالزيت. بشوح كده طبعا اول ما الشعريه تاخد لون ذهبي، بقوم حاطه الرز وايه، وحاطه بقى الملح بتاعي ومشوحاهم، ونازله بقى بالميه المغليه من الكاتل يعني. مفيش اسهل من الرز المصري يعني، الشعريه ده بجد. بص بقى بتظبطوا الميه بتاعه ازاي، يعني بتحطي ميه كده فوق الرز بعقله صابع، ماشي. هو ده المقدار اللي انا بعاير بيه، بيخلي الرز بجد مفلفل وطعمه تحفه. يعني بيبقى مش عمره معجن معايا ما شاء الله يعني ممكن احسد نفسي. عمره معجن معايا. بصوا بقى، بصوا الفراخ، صينيه البطاطس اهي غليت، او بص لسه يعني لسه قامت غليت كده، غليت غليتين، غلوتين كده، قمت ايه حطها على طول، شايله طبعا الفويل ده، وحطها على طول ايه في في الفرن من تحت، مش مولعه الشوايه دلوقتي خالص، مش هولع الشوايه دلوقتي، تمام. هحطها بقى من تحت تستوي، واحس ان خلاص البطاطس استوت والفراخ استوت، هقوم مولعه الشوايه بقى تاخد لون، تمام كده. انا حطاها اهو تحت خالص، تمام، تحت كده في ارضيه الفرن. واقوم بقى مولعه الشوايه كده اخر 5 دقايق، اخر 10 دقايق كده، يعني هي بتقعد نص ساعه. ما شاء الله طلعت، او قبل يعني، وهي كانت في الفرن قمت عامله طبق سلطه بالمره، تمام. والرز كان بيستوي كده كده. بص بقى يعني ما خدش مني الاكله دي نص ساعه بجد في تحضيرها وعمايلها نص ساعه. شايفين بقى اللون ولا الطعم حكايه، والريحه حكايه، انا اللي اقول لكم عشان انا اللي دقته وشميت الريحه. عايزه اقول لكم حكايه. والسلطه طبعا سلطه خضراء عاديه خالص، والرز بشعريه، وكانت اكلتنا النهارده كانت تحفه بجد. قولوا لنا بقى انتوا لما بتكونوا مستعجلين بتعملوا اكله ايه، يعني مثلا اكلتكم المفضله لما انتوا تكونوا مستعجلين وعايزين تاكلوا اي حاجه وكده بتعملوا ايه. انا بصراحه بعمل حاجات بسيطه، يعني مثلا مكرونه، مثلا صينيه بطاطس بالفراخ زي ما انتوا شايفين كده، بتاخدش معايا وقت. اي حاجه ما بتاخدش معايا وقت بعملها بجد يعني. يعني حتى لو اكله شعبيه تمام، بس بصراحه النهارده يعني احنا تعبانين وعايزين ناكل بصراحه. وكنت عامله لهم شوربه خضار بقى يعني قبلها، وكنت عامله لهم شوربه لسان عصفور بشعريه وحاجات من ديت، فعايزين نغير، فقمت بقى عامله الاكله دي تحفه بجد. وبما ان استاذ ياسين تعبان طبعا، عايزه اقول لكم يعني الفيروس المنتشر الايام دي بجد مميت، يعني عايزه اقول لكم الحراره ما بتنزلش يومي، يعني الحراره بتوصل ل40، ما بتنزلش. يعني انا امبارح شفت يوم ما اقولكوش بقى، يوم من كان برضو جوزي تعبان وابني تعبان، يعني هما الاتنين كانوا تعبانين وعندهم حرارة وحرارة عالية كمان، تمام. وكانت الساعة 3 الفجر، وعايزة اقول لكم ما كنتش عارفة اعمل ايه.